ضحكنا بوجه بكرة، لو نحب اللي نكره، لو غرسنا الأرض بذرة، لو منحنا الأمس عذرة، لو عطينا الوقت عمره، لو لمسنا نور قمره، لو هدينا العمر زهره، لو حلمنا شوي. يا دنيا ضمي هالكون بأسرار وغني لا فكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بالحلقة الختام، حلقة من برنامج عندي فكرة مع الإعلامية نور. حلقة سجلتها قبل يومين، ويمكن تكون هي حلقة من أيام العيد، ويمكن تكون لا، الحلقة 30 من رمضان. كل الأحوال، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بأمان، كل عام وأنتم بصحة، كل عام وأنتم بفرحة. الله لا يحرمكم لا الأمان ولا الصحة ولا الفرحة. هاي الحلقة عنوان العريض، وفكرتها الأولى من أول عم نقول فكرتنا اليوم الفرحة. بس فكرتنا اليوم لازم تفرح، لازم تفرح بغض النظر عن ظروفك، عن ألمك، عن تعبك، عن وجعك. لازم تفرح، لأنه هي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه والسلام كان بيتعرض لأزمات كتير وضغوط كتير، بس كان بشوش الوجه، كان بسام على طول، بسمة على وجهه. وهي السنة لازم نطبقها خاصة عندنا بسوريا. فرغم الأزمة اللي احنا عم نعيشها والدمار والرعب والخوف و لازم نفرح. لازم هاي الروح اللي انتعشت بالعبادة لازم تفرح، لازم تنقل هاي الفرحة للنفس حتى تطير كلياتهم بعض، ونطلع بطاقة إيمانية، طاقة تعطينا إنه نبني من جديد، ننهض من أنفسنا من جديد، ونغير كمان. حاولنا برمضان إنه نعطيكم أفكار لحتى يكون رمضان معنا أحلى. إن شاء الله نكون حققنا هدفنا بمواضيع اللي نزلناها، وإن شاء الله تلاقي الأثر الطيب بالسنوات القادمة. هي أفكار مو بس لهذا رمضان، ل10 رمضانات إن شاء الله. ومن هون أنا بحيي كامل الفريق اللي اشتغل معي. ببلش من فريق الإعداد، من الأخت بدرية الحويل، لنورا الربيعي، لكلتومة، لفريق الإخراج. فريق الإخراج كانت كلتومة إسلام ووفاء، نور القوية اللي قدرت تتحدى كل الظروف، اللي أنا بوجه لها أحلى تحية. نور هي الإعلامية اللي عم تحكي معكم. التحديات كانت كتير صعبة، والبعض كانت مؤلمة، منها كان مرعبة، البعض يعني تحديات حدث ولا حرج. وما هيك نزل برنامج. الفكرة كنت أنا حاططها بأول رمضان، إنه رمضان هيك رح يمضي، إذا الله أكرمنا وكنا من الأحياء هيك رح يمضي. فلازم أترك بصمتي برمضان، وأنا تركتها ببرنامج عندي فكرة. إن شاء الله أكون أنا استفدتوا مني بفكرة، بعبارة، بكلمة. أنا هذا اللي بدي أوصله، إنه الإنسان رغم ظرفه الصعب في يترك بصمة إذا هو أراد، فما بالك إذا كان هو بده الفرحة. فمن هذا الكلام القوي بوصيكم بالفرحة. وفكرتنا لليوم باختصار شديد، لازم تفرح. فلازم تفرح وفرحوا الأطفال، وخصوصا أطفال سوريا اللي قاعدين حسبنا الله ونعم الوكيل. حاولوا تفرحوهم بقدر المستطاع. ويا رب نسألك بآخر أيام رمضان أو أول أيام العيد، يا رب الفرج القريب عن سوريا، يا رب الفرج القريب عن سوريا، ورفع البلاء اللي عم نعيشه. ومثل ما قلت لكم نحن بدنا فرحة، فكل عام وانتم بفرحة وأمان وخير وسلام. كل عام وانتم بخير. لكل مستمعينا، زوروا موقعنا على رابطنا صفحتنا على الفيسبوك على I have idea عندي فكرة. خبرونا وعيدونا، حتى ما بيطلعنا عيدية نحن كمان، عيدونا. ولازم تفرح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.